يا ذا الصفح الجميل، أنت حسبي أنت ربي، أنت لي نعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. جايلكم النهاردة بفيديو جديد فيه أفكار حلوة. هعرض معاكم شوية مشتريات بسيطة كده جبتها وانا كنت برا يعني وراجعة، فحبيت يعني ان انا اشاركها معاكم. وهنعمل النهاردة حاجة حلوة جدا جدا جدا، هتوفر وفي نفس الوقت هتاكلي احلى حاجة في الدنيا. بصي يعني خليكي معايا كده وان شاء الله هتشوفي افكار حلوة اوي. اول حاجة جبت نص كيلو مفروم، لان ما عندوش مفروم خالص في التلاجة وما بعرفش ان انا يعني لازم يكون عندي مفروم في التلاجة، بينفع في حاجات كتير اوي، ده اللي هتشوفوه على القناة ان شاء الله. جبت كمان 2 كيلو طماطم، كان الكيلو ب5 جنيه، بس دي يا بنات مش بنقيها. يعني الراجل هو اللي بيحطها كده فجابها لي كلها مستوية، لكن لو هتنقيها هتبقى كيلو ونص. جبت كمان كيلو من الخيار، كان الكيلو عامل 15 جنيه، بس بصراحة هو ما كانش حلو عن الراجل. آه حطهولي هو كان صغير عن كده تمام. لما روحت البيت معرفش لقيته كبير ازاي، يعني الراجل ما عندوش ضمير. بس انا بصراحه مش مسامحاه، لان هو اللي حطه كان صغير، فانا قلت له هات لي كيلو من ده من ابو 15، لان اللي هو جايبه لي ده من ابو 10 الوسط، لكن ابو 15 كان صغير. فهو عشان انا بس كنت مشغوله وكنت ببص على حاجات تانية، ف يعني انتهز الفرصه ان انا مش مركزه معاه وحط لي من الكبير ده اللي هو بيبقى ب10 جنيه. وطبعا في الكيلو ونص والكيلو وربع، بس انا كنت عايزه من ابو 15 عشان يجيب لي صغير، عشان كنت عايزه اعمله مخلل، بس خلاص يعني الحمد لله. ده هعينه في التلاجة اعمله على السلطه. وجبت كمان ربع كيلو من اللهم صل على النبي الكريسبي، طبعا هو خشن جدا وانا بطحنه. وجبت كيلو من المكرونه. الحاجات دي يعني ايه، هتزق معايا الشهر. دي حاجات انا بحتاجها كل ما حاجه تخلص عندي، وقلت لكم قبل كده ان انا مش بجيب حاجات بالشهر. كل ما حاجه تخلص عندي بجيبها، او لما اكون خارجه ببص على الدولاب مثلا بتاع الخزين في عندي ايه ناقص، او في حاجه عندي قربت تخلص ومش هنزل تاني دلوقتي، فبضطر ان انا اشتريها. تمام. جبت كمان باكيت من الملح عامله 20 جنيه. جبت كمان كيلو من الدقيق، وده اللي هنعمل بيه وصفة النهاردة حلوة قوي. كيلو من الدقيق، وجبت عليه باكت من الخميرة، وجبت عليه زبداية. وهنعمل النهاردة الكمية حاجة حلوة جدا جدا، وهتوفر معاكي في العشاء وفي الفطار. الكيلو الكماج ده هيكلف معايا كام؟ هيكلف معايا 30 جنيه. انا كان عندي كوبايه ونص من الحليب او من اللبن، هحط عليهم الزبدية. انت ما عندكيش حليب خالص، ممكن تجيبي 2 زبادي، او ممكن تحطي زبداية ومعلقه لبن بودر، او ممكن تحطي زبداية وميه بس، والله هيطلع جميل جدا، وانا ساعات كتير بعمله كده. قلبت الزبداية على الكوبايه ونص من الحليب، وهبتدي بقى ان انا اعجن بيهم. طبعا مش هيكفوا كل كميه الدقيق، بس انا هزود بميه دافيه. تمام. إيه الكماج اللي انا هعمله ده هيوفر معايا في الفطار، وهيوفر معايا في العشاء، هيوفر معاكي اجبان لان الاجبان طبعا بقت غاليه جدا، هيوفر معاكي في البيض، هيوفر معاكي في كل حاجه. الكماج ده لو جبتي واحده وكوبايه شاي ولبن من غير اي حاجه، هتبقى فطرتي فطار زي الفل. يعني انتي بدل ما تروحي تجيبي علبة جبنة طبيعي مثلا ب150 او ب160 جنيه، هتجيبي طبق بيض او نص طبق بيض مثلا ب75 جنيه او ب65 جنيه. على فلافل، على ده على ده، هتخشي في مثلا 300 400 جنيه بس عشان الفطار والعشاء. لا، ال30 جنيه دول هيخلونا نوفر 300 400 جنيه دول. ازاي؟ زي ما قلت لكم كده، هتجيبي لو كماجة واحدة بس، هتاكليها مثلا جنب كوباية شاي ولبن، فطار حلو جدا، لان احنا هنعمله حجمه مش صغير، فالواحدة هتكفيك. عايزة تتعشي، هتجيبي حتة جبنة، معلقة مربى، جبنة كريمي، اي حاجة عندك موجودة عندك هتحطها على الكماجة، وكوباية شاي او كوباية شاي ولبن، احلى عشاء. وطبعا لما تكوني بتاكلي الجبنة مع الكماج بتحتاجي كمية قليلة جدا، يعني ده توفير. بتاكلي مربى مع الكماج برضو بتحتاجي كمية قليلة جدا، على عكس العيش عشان يتبلع وعشان يتاكل عايزة كمية كبيرة، عايزة جنبه خيار، عايزة جنبه طماطم، عايزة جنبه حاجات يعني مقبلات كده انها تبلع، فاهماني؟
لكن الكماج ده والله العظيم احلى اكله، احلى توفير. بصي انت كده بتعملي حاجه حلوه، حاجه تغيير عن فطار العشاء بتاع كل يوم، حاجه هتوفر معاكي تخليكي يعني تحافظي على ميزانيتك، وكمان تجديد للاولاد. حتى لو ابنك مثلا رايح المدرسه او بنتك رايحه المدرسه، ممكن تحط لها واحده من دي، حطي معاها جبنه وحطيهم او اتنين على بعض كده في اللانش بوكس، هيبقى حلو قوي. تمام. ممكن تحط لها عليها برضو نوتيلا حلوه جدا، طبعا النوتيلا الاقتصادي، يعني أنا مش قصدي النوتيلا الاقتصادي او البدائل بتاعتها، وممكن كمان تعملها في البيت. تمام. وبيبقى حلو جدا جدا مع المربى. طيب انا بقى دلوقتي عجينة الكماج. طبعا هي العجينة بتكون يابسة شوية عن القرص الطرية، عجنته طبعا باللبن والزبادي، وسبته يختمر اول مرة. بعد كده قطعته الحجم بقى اللي انت عايزاه، انا قطعته حجم متوسط لان انا بحب الكماجة تكون كده يعني محترمة كده تملى العين، علشان اخد واحدة مع كوباية الشاي تشبعني، ابني ياخد واحدة مثلا احط له عليها جبنة كده تشبعه. تمام. ببتدي بقى ان انا ايه، بعد ما قطعته ما سبتوش بقى يختمر تاني، خلاص انا يعني قطعته وابتديت في اول واحده قطعتها ابتديت ان انا اشتغل فيها. طبعا بشتغل على المكنه عزيزه بتاعتي دي كانت بتاع والدتي الله يرحمها، دي بتنجزني جدا. حطيتها كده على الرخامه وانا واقفه، يعني ايه، بضغط عليه بس ضغطتين خفيفه كده عشان افرد العجينه، بحيث ان انا لما احطها في المكنه تمشي على طول وتنجز معايا. عملت اللي هو الشكل البيضاوي ده، انا بحب الشكل ده جدا عشان بيبقى شكل الجاهز. انت بقى لو عايزاه مدور براحتك، انت ما عندكيش المكن دي هتقدري تعمليه بالنشابه، ما عندكيش النشابه هتقدري تعمليه بايدك عادي جدا، ما بياخدش برضو وقت وانت واقفه على الرخام، عشان هو كيلو بس صغير يعني ايه، ما خدش منه وقت. ممكن تعملي ال 2 كيلو هيكفوكي، هيكفوا معاكم الاسبوع والله العظيم. الكيلو ده قعد معايا 4 ايام، احنا 3 افراد. تمام. الكيلو ده قعد معايا 4 ايام. انتوا لو اسرة كبيرة يعني واكلتكوا اكتر، تاكلوا اكتر يعني، اعملي مثلا كيلو ونص 2 كيلو هيكفوا معاكي الاسبوع، وهيبقى تغييره هيبقى حاجة حلوة جدا، وهيبقى طبعا توفير التوفير. تمام. عندك المكنة دي خير، ما عندكيش خير، بصوا ما فيش حاجة بتوقفنا، كل حاجة بنشتغل بيها. احنا طبعا ستات بيوت شاطرة جدا وبنعرف نتصرف، وكل حاجة لها بدائل عندنا. ما عندك يا ست الكل مكنة خير، ما عندكيش، لو عاملة مثلا كمية، هتقعدي كده على الارض وتجيبي الحاجة جنبك، وبصي في ساعة او في نص ساعة هتكوني مخلصة كل حاجة، ما خدش منه وقت. طيب انا عملت الكمية دي، آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت جنبي كده الصينيه وحطيت عليها مفرش قماش، وكل لما بعمل برص، خلصت طبقه بحط مفرش تاني وارص فوقيه واغطي، احط مفرش تاني، يعني كل حطيته على صينيه واحده، كل طبقه وطبقه بينهم مفرش قماش. تمام. اخلص الكميه كلها وهسيبه يختمر لتاني مره، لازم مهم جدا جدا عشان يطلع ناجح معاكي تسيبيه يختمر تاني مره. يعني احنا بنخمره مرتين، بنخمره اول مره بعد ما يتعجن، بعد كده بنقطعه ونخبزه، وبعد كده بتسيبيه يختمر تاني. وقبل بقى ما تخبزيه في الفرن بتكوني مسخنه الفرن كويس جدا قبل ما تحطيه. شوفي بقى لو الفرن بتاعك شغال فوق وتحت هيبقى حلو جدا، هيحمر معاكي من فوق ومن تحت، وهتطلعيه مره واحده. لو ما بيشتغلش من فوق هتراقبيه بقى، اول ما يجي ياخد لون من تحت خفيف هتروحي رافعاه عند الشوايه، وما تقفليش بقى، انت ممكن توطي خالص وتفتحي الباب بتاع الفرن، برضو هيبقى حلو قوي وهيطلع معاكي زي الفل. انا طبعا عملته ما خدش معايا في الفرن، الصينيه ما كانتش بتاخد 5 دقايق لان مولعه من فوق ومن تحت، طبعا بعمل على درجه حراره عاليه عشان الفرن يسخن كويس قوي. اول ما بحط الصينيه بعمل الفرن متوسط، بياخد معايا لون من فوق ومن تحت، وبقوم مخرجاه ومغطياه. اول ما يخرج من الفرن غطيه عشان يفضل طري معاكي، وبعد كده اكشفيه علشان يبرد، وعبيه في اكياس وعلى الفريزر، وطلعي قبل الاكل مثلا بنص ساعه. طلعي على عدد الافراد اللي هياكلوا، ما تطلعيش اكتر من كده عشان ما يبوظش ويهدر معاكي. لازم نحافظ على النعمه علشان النعمه تحبنا وتفضل عندنا، وان شاء الله ربنا يديمها علينا نعمه كده ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. ربنا يملى بيتكم خير وبركه ورزق ان شاء الله. اللهم افتح بيني